20 عاما التي احتضنتها الجزائر، وذلك بفوزه بقاعة حرش حسن على منتخب الدنمارك بفارق هدف وحيد بعد الوقت الإضافي. 39 إصابة مقابل 38. وبهذا تختتم البطولة العالمية التي جرت وقائعها بالجزائر وبمشاركة 24 منتخبا بتتويج منتخب لاروخا. بلال هنون أعاد لنا بالتصريحات التالية بعد هذه اللقطات. Because all the atmosphere has been well in all the matches. أنا جد سعيد بالفوز بهذه المنافسة والفوز بالكأس، وأشكر الشعب الجزائري الذي قام بدعمنا منذ انطلاق هذه البطولة. أنا سعيد بهذا الفوز، التتويج الأول لي مع المنتخب الإسباني للشباب، إنه أمر جميل جدا وأنا سعيد بذلك. لا يمكنني وصف هذا التتويج الذي حققناه اليوم. أظن أننا قدمنا كل شيء وكنا نستحق هذا وأثبتنا ذلك.